السلام عليكم. المشكلة الأزلية الجواز في بيت عيلة. يا جماعة ما حدش يتجوز في بيت عيلة. الأم اللي عايزة تجوز بنتها جنبها، فلو سمحتي لو خايفة عليها أوي إنها تبعد بعيد عنك فما تجوزيهاش، مشكورة خليها في حضنك. الأم اللي خايفة تجوز ابنها بعيد عنها ولازم لا يتجوز في نفس البيت، فيا ماما خليه معزز مكرم، خديه في حضنك وما تجوزوش. لا ده يظلم ده ولا ده يظلم ده. دي المشكلة الأزلية. معانا مشكلة أختنا هنا. تمام، قبل ما احكيها لكم يا ريت يا جماعه لايك وشير وسبسكرايب للقناه، ويا ريت يا ريت حط رايك في تعليق. المشكله بتقول اشترطت على جوزي اول ما تقدم لي ما اسكنش في بيت عيله، ووافق، خصوصا انه اصلا كان جايب شقه في المكان اللي فيه شغله. هو اصلا بعيد جدا عن بيت اهله وكان بيبات فيها معظم الوقت عشان المشوار طبعا. حماتي شالت مني بسبب كده وكان باين عليها قوي، بس الحق ان حماية كان مفرملها. بقالي 10 سنين متجوزة، منهم آخر 5 سنين جوزي مسافر وبيجي في السنة مرتين، ولما سافر رفضت أروح بيت أهلي. رفضت أروح عند أهلي أو عند أهله. قعدت بعيالي في شقتي رغم إنها منطقة هادية ومش ونس، بس أنا مش بيفرق معايا دلوقتي. حماية مات بعد ال40، لقيت جوزي بيقول لي إن حماتي بتخيره يا ننقل معاهم في شقته اللي هي في بيت أهله يعني، يا هما حماتها تيجي هي واخته يقعدوا معاها في الشقة اللي هي بعيد دي. أه. ولما سألته ايه السبب يعني قال لي هي شايفة قعدتك لوحدك غلط وخطر، وما كانتش قادرة تتكلم في وجود ابويا. قلت له انا مش هسألك رأيك في كلامها ايه، عشان اكيد انت مقتنع بالكلام ده وكنت الستين ال5 سنين اللي فاتوا، لكن اللي هقوله ان لا هروح ولا هم هيجوا. انا رافضه الاختلاط وانت عارف ده. انت صممت يبقى لو انت صممت يبقى خلينا نعمل قعدة بقى، تجيب اهلي واجيب اهلك ويحكموا ما بيننا. ومن ساعتها مش راح قعد هناك، مشي راح قعد هناك عند امه يعني. وبعد كمان اخد هدومه وخلاص قرب يسافر، يعني خلصت اجازته قرب يسافر. وانا محتارة ما بين اسيبه لما يسافر وياخد وقته في التفكير، ولا اقول لابويا واخواتي واخليهم يقعدوا معاه يشوفوا حل. على فكرة أمه وأخته قاعدين في بيت عيلة ومعاهم إخواته ال3 رجالة بمراتاتهم بعيالهم، وبيت أهل حماتي في وش البيت بتاعها وفيها إخواتها كلهم، يعني بسم الله ما شاء الله عزوة الرجالة، يعني أسره كده مش ناقصة جوزي يرعاها ولا يبقى راجل معاهم. هي كل الحكاية عاوزاه ترازيني أنا أعمل إيه؟ رأيكم؟ بص، هو احنا هنا بنحكم او بنقول رأينا بناء ان احنا سمعنا من جهة واحدة انها عايزة ترازيكي ولا لا. ربنا بس اللي اعلم بالنوايا. تمام، بس انا هاخد كلامك انتي الصح عشان انا سامع منك انتي. تمام. هو اتكلمي بينك وبين جوزك مرة واتنين وتلاتة قبل ما تدخلي الاهل، لان لما بتدخل الاهل بتكبر. تمام. بس ما نفعش من حقك طالما انت شرط عليه من الاول ده، فلا من حقك تدخلي اهلك واهلك، واللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيطة. ما تزعلوش مني كلام انا دغري كده. فانت طالما في مشروطه زي ما بيقولوا محطوطه و10 سنين ماشيه على المبدأ ده، وهو ابوه كان مفرملها، وهو الوالد بقى هيبدأ يرمي ودانه لامه، قاعده بعيد، لا، ويا ترى بقى يا ترى بتعمل ايه، ولو بتعمل حاجه غلط احنا مش شايفينها عايزينها هنا قدام عينينا. الكلام ده كله الكلام المعروف معروف في الارياف او الكلام ده يعني. تمام، فهو ده الحل. ولو حد عنده رأي برضه سيبه لاختكم، وما تنساش لايك وشير وسبسكرايب للقناة يا جماعة. سيب رأيك، واي حد عنده مشكلة سيبها لي في تعليق وانا هعمل عليها فيديو. شكرا.